للمرة الثانية في غضون سنة واحدة يتبنى البرلمان الأوروبي ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، مسجلا في قراره الصادر يوم أمس الخميس تصاعد عمليات الاعتقال والاحتجاز الغير القانونية والمضايقات التعسفية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين وأعضاء المجتمع المدني والنشطاء السلميين في الجزائر. إن هذا القرار الذي يدين تزايد الاعتقالات في الجزائر أقر بأكثرية ساحقة بالبرلمان الأوروبي. وكشف الناشط الصحراوي الفاضل بريغا المعتقل سابقا في سجن الذهبية بمخيمات تندوف أن قرار البرلمان الأوروبي حول ملف انتهاكات حقوق الإنسان بالجارة الشرقية، والذي صوت عليه 669 برلمانية من ضمن 705 برلمانيين وعارضته 3 أصوات فقط، يؤسس لمرحلة جديدة لتعاطي الاتحاد الأوروبي مع ملف حقوق الإنسان في الجزائر. وتابع أن هذا القرار يظهر تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأحداث طبقا للمنطق القانوني، ويعتبر الجزائر هي المسؤول الأول على الانتهاكات التي ارتكبتها قيادة البوليساريو على أراضيها. وتابع الناشط الصحراوي على موقع الفيسبوك أن البرلمان الأوروبي لا يعترف بتاتا بتمثيلية الجبهة الانفصالية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، مشددا على أن البساط ينسحب من تحت أقدام البوليساريو من كل الاتجاهات. وأكد على أن اليوم يحق لي ولمحمود زيدان ولمولاي أبا بوزيد وغيرهم متابعة الدولة الجزائرية في كل المحاكم الأوروبية وأخذ تعويض عن كل يوم اعتقال تعسفي في حق كل واحد منهم. ويذكر أن جبهة البوليساريو كانت قد اعتقلت النشطاء الحقوقيين والمدنيين الصحراويين 3 الذين ينتمون إلى المبادرة الصحراوية من أجل التغيير، الفاضل بريغا حامل الجنسية الإسبانية ومولاي أبا بوزيد ومحمود زيدان، لتضطر للإفراج عنهم بعد الضغط الداخلي والخارجي الذي مورس عليها. وقد ظل المعتقلون 3 لمدة أشهر بالسجن المخيف في الذهبية بالقرب من الرابوني، حيث عانوا من سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي والهجمات على شرف أقاربهم أمام أنظار الدولة الحاضنة للجبهة الانفصالية الجزائر. أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد الثالث تلقى يومه الخميس اتصالا هاتفيا مع أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. ويندرج هذا الاتصال بحسب البلاغ في إطار ما يربط العائلين الكريمين وأسرتيهما الملكيتين من علاقات أخوية صادقة وتقدير متبادل. وأضاف المصدر أن هذا الاتصال يعكس نهج التشاور والتنسيق الدائم بين القائدين وما يجمع البلدين الشقيقين من تعاون مثمر وتضامن موصول. وأوضح البلاغ أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أبلغ الملك محمد الثالث بهذه المناسبة قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، وأن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي خارجية البلدين. وخلال هذا الاتصال نوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالقرارات التي أمر بها الملك محمد الثالث بمنطقة القرقرات بالصحراء المغربية، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجح لحفظ الأمن والاستقرار بهذا الجزء من التراب المغربي، وإلى ضمان ثياب طبيعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقد عبر الملك محمد الثالث نصره الله لعاهل البحرين عن شكره العميق لهذا القرار الهام الذي يعكس التضامن الموصول بين البلدين الشقيقين، وعن تقديره البالغ للمواقف الثابتة لمملكة البحرين الشقيقة في دعم السيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية. وكانت عدة بلدان عربية وإفريقية قد قررت فتح قنصليات لها في مدينة الداخلة، وكان آخرها المملكة الأردنية الهاشمية التي عبر عاهلها الملك عبد الله الثاني في اتصال مع الملك محمد الثالث عن رغبة بلاده في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية. وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن وزارتا الخارجية في البلدين ستقوم بتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك. وأضاف الديوان
الغزوان الملكي أن هذه المكالمة تأتي في إطار ما يجمع العاهلين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمرة والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين. أكدت آخر المعطيات الآتية من الجارة الجنوبية موريتانيا أن الوفد الانفصالي الذي كان في زيارة للعاصمة نواكشوط على رأس المسمى وزير الخارجية محمد سالم ولد سالك عاد خالي الوفاض إلى مخيمات تندوف، باستثناء استقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لبيدق الجزائر والتقاط صورة معه، إذ أن بلاغ الرئاسة الموريتانية جاء جافا ولم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى ما دار بين الرئيس الغزواني والانفصالية ولد السالك كما هو متعارف عليها في مثل هذه الاستقبالات. فحتى خبر تسليم الرئيس الموريتاني رسالة خطية من زعيم المرتزقة إبراهيم غالي أدرجته وكالة الأنباء الموريتانية على لسان ولد السالك بدل أن تعطيه طابعا رئاسيا موريتانيا. وعند مقارنة البلاغ الذي أصدرته الرئاسة الموريتانية يوم الجمعة الماضي عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد الثالث والرئيس الغزواني بقصاصة استقبال ولد السالك، يظهر جليا أن استقبال الوفد الانفصالي كان بروتوكوليا فقط لتجنب إحراجه، بعدما ظل ينتظر منذ يوم الجمعة الماضية في العاصمة نواكشوط، وبالتزامن مع استقبال الوفد الانفصالي من لدن الرئيس الغزواني. استقبل وزير الخارجية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد في اليوم نفسه الوفد الانفصالي، كما استقبل في اليوم ذاته سفير الولايات المتحدة الأمريكية بنواكشوط مايكل دودمان، حيث تطرق إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستقبل في اليوم نفسه كذلك سفير المملكة المتحدة بنواكشوط سايمون بويدن، وتباحثا أيضا بخصوص المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال بخصوص سياقات وخلفية هذه الاستقبالات، إذ ما أخذ بعين الاعتبار أنها تأتي بعد تحرير القوات المسلحة الملكية معبر الجرجرات من المجموعة الانفصالية التي أغلقته ما بين 21 أكتوبر المنصرم و13 نوفمبر الجارية، وبعد الاتصال الهاتفي بين الملك وولد الغزواني. وإذا كان الاتصال الهاتفي بين الملك محمد الثالث والرئيس ولد الغزواني أكد تعزيز وتقوية التعاون بين البلدين، فإن أولى البوادر ظهرت يوم الاثنين، إذ أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه بإمكان المقاولات المغربية المنضوية في الاتحاد من الآن فصاعدا الحصول على تأشيرة أعمال متعددة الدخول إلى موريتانيا صالحة لمدة عامين. وفي سياق متصل انتقد وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا موقف رفيقه في الحكومة عن حزب بوديموس بابلو إغليسياس النائب الثاني لرئيس الحكومة الداعم لعصابة المرتزقة خلال التطورات الأخيرة التي طبعت ملف الصحراء المغربية في معبر الجرجرات. وخاطب مارلاسكا بطريقة غير مباشرة إغليسياس قائلا: من يدبر السياسة الخارجية الإسبانية هو رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية، بل أكثر من ذلك أقر بأن المغرب يعلم أن إسبانيا تبحث عن حل عادل ومقبول للصحراء، قاطعا بذلك الطريق على حزب بوديموس الذي يطالب بما يسمى باستفتاء تقرير المصير الذي أقبرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمتجاوز دوليا وإقليميا منذ سنوات. يبدو أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الجزائر ستكون أكبر بكثير مما كان يتوقعه المراقبون، خاصة في قطاع صناعة السيارات الذي أهدرت فيه الملايير لمنافسة المغرب. وذكرت جريدة الصباح المغربية أن أعداد العمال المسرحين في الجزائر بلغ 5500 عامل بعد الحكم بالسجن على رجال أعمال شركاء لشركات هيونداي وكيا وفولكسفاغن، وبعد إفلاس جلوبال جروب المستثمرة في مصنعي كيا وهيونداي في ولاية باتنا بتسريح أكثر من 2000 عامل، جاء الدور على مصنع مجمع TMC
بولاية تيارت المستثمرة في شراكة مع العملاقة الكورية الجنوبية للتخلي عن 900 عاملة. ولم تستثني الأزمة مصنع سوفاك بولاية جليزان الذي أصبح مهددا بالإغلاق بعد الحكم بحجز القطع المستوردة في الموانئ وبالتالي تشريد قرابة 1000 عاملة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مصنع رونو بوادي تليلات بولاية وهران الذي يشغل 1200 شخص. وأضافت الجريدة أن جميع المتعاملين الذين منحتهم السلطات الجزائرية رخص إنشاء مصانع لتركيب السيارات انتهى بهم المطاف في السجن، إذ كشفت أولى المحاكمات ل3 من رجال الأعمال على الأقل عن معاملات تفضيلية في صالحهم من قبل الحكومة على حساب مجموعة أخرى أقصيت لأسباب سياسية. وتسببت الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في ندرة السيارات الجديدة والتهاب أسعارها في الأسواق، كما تأثر سوق السيارات المستعملة هو الآخر، حتى أصبح شراء سيارة قديمة بمثابة حلم للكثير من الجزائريين بعد أن تضاعف سعرها في غضون 3 سنوات.